ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. اللي اول مره يشوفني يشترك في القناه ويفعل زر الجرس ويضغط على كلمه الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصلكوا. وحطوا اللايك يا جماعه، ما تنسوش اللايك وحطوا اللايك اهم حاجه. ويلا بينا كده نبدا الفيديو. شويه تجهيزات وشويه حاجات هينفعونا جدا جدا في رمضان، وهيسهلوا علينا كده الشهر، هيدونا كده وقت حلو كده للعباده، تسهيلات وحاجات كتيره هنعملها بقى، تخزينات كده وحاجات كده هتنفعنا كتير. كملوا الفيديو معانا للاخر وانتوا هتعرفوا كل حاجه، ويعني حاجات هتنفعنا كتير، يعني هتنفعنا في شهر رمضان، يعني هتنفعنا كتير جدا سواء في رمضان او غير رمضان كمان. بتسهل علينا اليوم، بتسهل علينا الوقفة في المطبخ. وهنشوف اول حاجه كده معانا البصل زي ما انتم شايفين كده. انا عملت كميه بصل حلوه اهي. طبعا نضفت البصل كويس، قشرته غسلته وعملته بقى في الكبه كده خرطه كده صغيره زي ما انتم شايفين. انا ما بنعمش جامد في الكبه، يعني مش بخليه اللي هو يتضرب جامد، لا يعني بخليه حلو كده. هي جميله اهي. انتوا بقى تبلكوا في الصوره ان هي ممكن تكون ناعمه، لكن لا، انا ما بدوس عليها قوي في الكبه لدرجه ان هي تبقى ناعمه خالص زي الميه، لا بخليها كده عاملين زي ما نقول احنا، بتبقى خرطه كده صغننه كانك عاملاها بالسكينه كده، حاجه صغيره، بس هي عشان كميه فانا عملتها في الكبه عشان انجز في الوقت واعملها بسرعه. انا البصله دي بعملها يا جماعه وبخليها كده تصفر، يعني ما بتوصلش للسوى الكامل بتاعها، وبصفيها بقى كويس من الماده الدهنيه بتاعتها. وبعد كده هتشوفوا هنعمل فيها ايه. دي بقى بتسهل عليا وقفه كبيرة في المطبخ، يعني بتسهل عليا بصراحة الطبخ جامد، يعني بتسهل عليا قوي. البصلة اللي انا بعملها دي شايفين انا هنا كده بصفيها من المادة الدهنية بتاعتها، شايفين بصفيها منها، وكل ما تصفيها كل ما يبقى افضل واحسن وتقعد معاكي فترة اطول. هي الصورة يا جماعة مغمقة البصلة، يعني مغمقاها، هي افتح من كده، يعني انا مش مخليها مستوية جامد. شايفين البطرمان ده؟ انا بقى هعبيه وهملاه. اجي بقى ساعة الطبيخ كده اروح واخدة معلقة بصل او معلقتين بصل واروح نازلة عليهم بالصلصة كده، انا طبخت وخلصت. بدل ما لسه بقى وانت صايمة تقعدي تخرطي وتقعدي تسوي في البصل، لا هي جاهزة. انت بتاخدي كده معلقة ولا معلقتين بصل وتروحي نازلة عليهم بالطماطم بتاعتك بالصلصة بتاعتك، وبتروحي بعد كده مسوية الطبيخ بتاعك. بصراحة بيسهل كتير جدا. هنا بقى زي ما انتم شايفين كمية السمك دي برضو جايبين سمك زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله، الله اكبر، اللهم بارك يا جماعة. طبعا بتجيبي سمك رمضان ده يا جماعه يبقى الجو حلو جدا، يعني عادي هناكل سمك فيه، هيبقى الجو حلو بقى، مش هنعطش ولا هو جو الصيف، لا هيبقى حلو. فانا كده زي ما انتم شايفين كده هكيسه بقى في اكياس، واعمل بقى يومك على قد بقى الاسره بتاعتك، وعلى يعني انت جيبي كل واحد يجيب على قد الاسره بتاعته. فانت تجيبي كده السمك وتنضفوه كويس وتجهزوه في الاكياس بحيث تطلعوا على التسويه. يعني حاولوا ان انتوا، احنا بنحاول نوفر في الوقت في رمضان عشان يبقى عندنا وقت للعباده، وقت للصلاه، لقراءه القران. فشايفين انا هنا عشان انا وابني، لان ابني التاني صغير جدا، فاحنا يعني فاهمه، فبعمل دولت هي يعني 3 اكلات كده يا جماعه، 3 ايام عملت الاتنين كده في كيس نفرين، يعني على حسب ما انتوا بقى الاسره بتاعتكم كام. ندخل بقى كده على الكفته. بعد كده تجيبي بقى حبه كفته كده حلوين برضو. شوفي اللحمه اللي انت بتحبي تجيبيها، بتحبي تستخدميها، بتحبي تجيبي منين اللحمه، واعملي لك بقى كده حبه كفته حلوين برضو، جهزيهم. انا بحبها متحمره بصراحه، انا بحب اشيل الكفته متحمره، بديها تحمير بس خفيف. ممكن تبلكوا في الكاميرا غامقه مش عارفه ليه، بس انا مديها تحمير خفيف خالص. وبعد كده بقى بعبيها في الاكياس وبحطها برضو في الفريزر، بطلع على قد الطبخه على طول. فانا بس حبيت النهارده اجيب لكم حاجات لو خزنتوها وجهزتوها معاكم في الفريزر كده رمضان هتسهل علينا في رمضان. مش هتنزلي كتير تشتري، مش هتنزلي كتير يعني من بيتك تشتري بقى طلبات ولا خضار ولا حاجات، هتبقى معظم الحاجات موجوده عندك في التلاجة. فالحاجات دي هتوفر علينا وقت ومجهود كتير جدا. ندخل بقى هنا بقى على القلقاس يا جماعه، وحبيت برضو هفرز كده حبه قلقاس حلوين ينفعونا، لان دي ايام القلقاس الحلوه بصراحه. بعد كده القلقاس اللي بيطلع بعد كده وبنخش بقى على الصيف بيبقى مش قوي بصراحه في التسويه، ما بيستويش بسرعه، يعني بيبقى مش قوي. فده اللي هو بيستوي بسرعه، يعني ده الفتره بتاعته، دي الايام بتاعته. هنا اللي انتوا شايفينهم معانا دولت 4 كيلو، وانت طبعا تجيبي على حسب احتياجاتك، عايزه تجيبي اكتر عايزه تجيبي اقل، براحتك يعني براحتك خالص.
انا جبت ال4 كيلو دولت عملتهم وفرزتهم، ولو احتجت ان انا اجيب تاني برضو هبقى اجيب، بس انا جبت دولت وحبيت ان انا اشارك معاكم واوريهم لكم. انا جبتهم، انا ما بغسلش القلقاس يا جماعه. هتخزني القلقاس ما تغسليهوش، انا ما بغسلهوش. خليكي شفتي الفطين اللي وريتهم لكم اول حاجه دولت، الفطين دولت تمسحي على قد ما تقدري، تمسحي القلقاس بعد ما بتقشريه وانت بتخرطيه، تمسحيه كويس جدا على قد ما تقدري، وبعد كده بتخرطيه، وبعد كده بتفرزي عادي خالص زي ما انتوا شايفين كده. حطيته في الاكياس بتاعته وقصيت اللي من فوق كده، قصيتهم كده الاكياس عشان ما تاخدش معانا مساحه. تمام كده. ففرزيلك بقى كده حبه قلقاس حلوين، وهبقى انزل لكم تفريز الخضره في فيديو تاني غير ده. هنا بقى دخلت كده، ده برضو لرمضان يا جماعه. دي بقى تربيه بيتي، تربيه ايدي بقى، التربيه البيتي الصح. هنا بقى ذبحت الديوك دي كده، دي فراخ بلدي يا جماعه، بس ديوك مش بلاقين. فذبحت الديوك دي كده برضو، كنت مربيها رمضان، وان شاء الله هذبح برضو حاجات تاني هتشوفها معانا برضو، هنزلها لكم ان شاء الله في الفيديو اللي بعد ده. هنا برضو ذبحت دولت كده، شايفين طبق الكبد والقوانص ده بقى ممكن اعمله في يوم كده كمان لوحده، مع حبة مكرونة، مع حبة رز، مع صينية بطاطس، هيفطرونا برضو يا جماعة يوم في رمضان. وهنا الديوك دي برضو غسلتها وحطها تتصفى كويس، تنزل كل المية اللي فيها.